مساء الخير على اجمل متابعين. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ وحشتوني وحشتوني وحشتوني. النهارده هنعمل طبق بسارية مع بعض. بصوا القراقيش مقرقش. بصوا، ما بيشربش زيت خالص، يعني بحط له شويه حاجات كده، حبه تكات كده، تابعوها معايا للاخر تعرفوها. ما بتخلوش يشرب زيت خالص. ما تنسيش لو اول مره تشوف القناه تعملي لي اشتراك واللايك عشان يوصلك كل جديد. انا هنا جايبه كيلو بسارية. كيلو بسارية طبعا انا لسه جايباه من عند الراجل، لانك لما تجيبيه من عند الراجل لازم تعمليه على طول، ما تحطوش في التلاجة. انا من الناس ما بحبش احطه في التلاجة، بحب اول ما اجيبه اعمله يبقى طازه كده واحلى. طبعا هنا انا كنت عاملاه بالخل وبالليمون وغسلاه ونعاه، يعني المحلول بتاعه كده ومظبطاه. بعد كده صفيته، حطيته في مصفى يتصفى، وبعد ما صفيته كده رحت سميته وابتديت اشتغل. طبعا هنا انا ليمونه، عصرت ليمونه. هنا اللي في الطبق دوت عندي النص توم والنص فلفل اخضر. فلفل اخضر يكون حراق، اللي عنده اطفال ما يحطش فلفل اخضر طبعا. انا حطاه كده عشان يبقى حراق شويه كده ويبقى طعمه حلو. هنا هنحط البهارات بتاعتنا. هنا حبه كزبره، هنا على حبه فلفل اسود، هنا حبه كمون. ما تنسيش تدوس على الاشتراك واللايك عشان يوصلك كل جديد. هنا هنتبل معانا البسارية. لو انت مستعجله على ميعاد الغدا ممكن تشتغلي عادي تعملي دلوقتي. لو انت لسه ما جاش ميعاد الغدا وعايزه تتبليهم ممكن تتبليهم وتحطيهم في التلاجة. بس احنا دلوقتي الجو حر في الصيف، ما تخليش اي حاجه بره، على طول تتبلي وتحطي في التلاجة على طول، لان يعني شهر 7 ده مولع، يعني ربنا يعديه على خير يا رب من الحر. هنا طبعا انا مستعجله، مش هسيبه يتبل، هبتدي اشتغل على طول. هنا اللي عندي في الطبق ده دقيق. ده حبه كركم. طبعا كلنا عارفين الكركم لما بنحط على حاجه كده بيدي لون ذهبي كده وبيظبط الدنيا. دي معلقه نشا عشان ما تخليش الاكل معايا يشرب زيت، وبتخليه مقرمش كده من بره وجميل. لو انت عايز تستغني عنها استغني عنها، بس انا بصراحه بحب احطها، ولما بتحطيها بتبقى جميله وبتفرق. جربي معلقه النشا دي، هتلاقي الاكل بالسمك من بره كده مقرمش. على اي سمك تحطيه، اي نوع سمك تحطيها، معلقه الكركم ومعلقه النشا دي بتخلي لونه اصفر وبتخليه مقرمش من بره. بصراحه بتخلي شكله جميل من بره. هنا طبعا انا هحط هنا اهو واحده بواحده كده اهو. بصوا انا هعمله كله كده بالدقيق، وهخلي كل واحده بوحدتها كده اهو، عشان ما ينفعش احطهم على بعض كده كبشه واحده كده، يبقى مش مستحب كده ومش هعرف اقلبه وهيتبهدل مني. انا عملتهم كده وخلصتهم هنا واحده بواحده. بصوا كده، ولما اجي احطه في الزيت برضو واحده بواحده، لازم يبقى فيه مسافه ما بين واحده والتانيه عشان ما يلزقش في بعضه، وبعد كده يطلع كله كده لازق في بعضه يبقى شكله مش حلو. انت مجرد ما بترميها خلاص بتاخد الصدمه، بعد كده الطاسه بتشيل كتير، ما تخافيش مش هتقف كتير. بس اهم حاجه يكون عندك زيت عميق عشان يقرمش كده من فوق ومن تحت وتطلعيه على طول. بصراحه كانت اكله جميله عشان طالعين من العيد ومن طبيخ كل يوم طبيخ طبيخ طبيخ، فبصراحه كانت اكله حلوه. يا رب تجربوها وتعجبكم، وتكتبوا لي في التعليقات وتقولوا لي ايه رايكم. هستنى ردكم. طبعا انا خلصت الكميه عشان ما اطولش عليكم. بصوا هنا الجمال، مقرمش من بره وطري من جوه. بص من جوه كده زبده من جوه، بص ما فيهوش اي حاجه، من بره كده مقرمش ولونه اصفر. طبعا الكركم اللي انا حاطاه مخلي لونه بيلمع كده ذهبي زي ما انتم شايفين. معلقه النشا طبعا عامله احلى شغل، مخليه القراقيش انسوا، والعيال بتحب الحاجات دي.
يا رب تجربوها، يا رب تعجبكم. بألف هنا وشفا. وما تنسيش تعملي الاشتراك واللايك. باي باي يا حبايبي.